السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل: الأرجنتين تعترض أمام الفيفا. تطورات مثيرة في استضافة المغرب كأس العالم. والآن إلى التفاصيل. في تطور لافت، راسل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الاتحاد الدولي الفيفا. يبدو غريبا بشأن رغبة بيونيس آريس العاصمة الأرجنتينية استضافة مباراة لدور المجموعات كأس العالم 2030 المقرر إقامتها بكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. الطلب الأرجنتيني يأتي في سياق ما تم الحديث عنه بشأن استضافة البدل الأمريكي اللاتيني لمباراة واحدة، كما تم الاتفاق بين اتحادها والفيفا. وكشف الاتحاد الأرجنتيني أنه على الاتحاد الدولي إعادة النظر في توزيع مباريات المونديال على البلدان المستضيفة. وكشفت وسائل إعلام متخصصة أن الفيفا يتجه إلى رفض طلب الأرجنتين، على اعتبار أن تنظيم مونديال 2030 هو مشترك بين ثلاث دول: المغرب، إسبانيا والبرتغال، بينما الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي ستستضيف ثلاث مباريات واحدة لكل بلد، بمناسبة الاحتفال الأول بمئوية المونديال الأول بمونتيفيديو العاصمة الأوروغواية. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.